السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مربى البلح الاحمر الزغلول بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. طعمها في منتهى الجمال، وبجد الوصفه تستحق التجربه. ولاني من عشاق مربى البلح فالحمد لله مميزه في طريقتها جدا جدا. بعملها بطريقه حلوه قوي وبضيف ليها مكون يعني لله الفضل ان هو متوفر دلوقتي، ده الموسم بتاعه. واحدة بس منه كفيلة انها تعمل لك اكبر كمية بلح بنكهة ما حصلتش. ده موسم البلح، استغلوا الفرصة واعملوا مربى البلح الخطيرة دي. طعمها جميل جدا جدا وهتقعد معاكي من السنة للسنة. يلا علشان ما نطولش عليكم نبدأ في الوصفة على طول. بس الاول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو لسه بتشوفوني لاول مرة وحابين يوصلكم كل وصفاتي اول باول. مبدئيا كده انا كنت شارية 5 كيلو من البلح الاحمر الزغلول، بس بعد غسيله وتنظيفه وان انا شلت العود اللي بيبقى مرصوص فيه البلح ده، تقريبا ممكن يكونوا صفوا على 4 كيلو او 4 كيلو ونص. عامة احنا مش هنشتغل بالميزان خالص، احنا هنشتغل بالعدد. زي ما قلت لكم مربى البلح من افضل المربات بالنسبه لي، فانا جربتها كتير ودي افضل طريقه لعمل مربى البلح. ركزوا معايا وكل التفاصيل هتكون قدامكم. اول حاجه بعد ما غسلنا البلح ونضفناه بنجيب كل بلحايه بالشكل ده، بنقطع القمع اللي فوق وبعد كده بنشق البلحايه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تمام، بنضغط عليها كده بتتفتح معانا. بعد كده بنقسمها لنصين، بنطلع النواه وبنقسم كل نص لنصين بالطول. بعد كده لو حابة تاخدي كل ربع وتقطعيه نصين مفيش مشكلة، دي حاجة ترجعلك. حابة تسيبي البلحية 4/4 بالشكل ده برضو مفيش مشكلة، كل الاختيارات قدامك. طيب لو حابة تعملي بأي طريقة تانية برضو مفيش أي مشكلة، كل الطرق واحدة. المهم الخطوات والإضافات اللي احنا هنضيفها مع بعض. هقطع كمان واحدة معاكم بنفس الطريقة علشان تعرفوا ازاي احنا بنقطع البلح. بنقطع القمع اللي فوق، بنشق البلحية كده بالطول، بنطلع النواة بنقسمها ل4/4 وبس. انا بالنسبة لي دي افضل طريقة ودي الطريقة اللي انا بحب اعمل بيها مربى البلح. اي طريقة تانية مفيش مشكلة، اي طريقة تقطيع تانية يعني مفيش ادنى مشكلة. طيب لو انتي مثلا في ناس بتقشر البلح، لا طبعا انا مش من مؤيدي الفكرة دي خالص. البلح ان ما كانش بقشره ما يبقاش بصراحة مربى بلح زي ما احنا متعودين وزي ما اهالينا كانوا بيعملوها لنا. طيب يفضل نصيحة بقى وانت بتشتري البلح، يفضل انها تكون البلحية الطويلة، البلحية الطويلة اللي قشرتها رقيقة، ما تكونش القشرة بتاعتها تخينة او تخينة علشان يعني ما تبقاش وحشة في المربى. بعد ما قطعت الكمية كلها خلاص انا مش بغسله تاني لان كنت غسلته كويس جدا في اول مرة. البلح بيبقى من جوه من مكان النواه بيبقى مسكر، فبالتالي مش عايزين نضيع بقى السكر بتاعه ده. بعد ما بنغسله كويس اول مره بنشقه وبنقطعه خلاص على كده. طيب السكر انا ضفت قد ايه؟ كل 100 بلحه بتاخد كيلو سكر. تمام، كل 100 بلحه بتاخد كيلو سكر. دول 150 بلحه ضفت ليهم كيلو ونص من السكر ومش بضيف ميه خالص. برفعهم على نار متوسطه زي ما شفتم، بغطي عليه، بيبتدي السكر يكرمل. ما تقلقوش خالص، ممكن تشموا كأن السكر بيتحرق بس لا ما تقلقوش، النار بتاعتنا متوسطة. السكر بيبتدي يدوب، البلح بينزل المية بتاعته يبتدي يغلي بالشكل ده. اول ما يبدأ يغلي معاكي هتبدأي بقى تغطي عليه وتهدي النار شوية وتسيبيه يستوي بقى على مهله. هتسيبيه حوالي نص ساعة يغلي على النار. بعد كده هتضيفي ليه عصير 5 ليمونات. 150 بلحة اخدوا 1.5 كيلو سكر، وكمان عصير 5 ليمونات متصفيين بالشكل ده. والمكون الخطير بتاعنا اللي الموسم بتاعه هو بشر البرتقال. هتجيبي برتقانية واحدة كبيرة هتبشريها بالمبشرة الجنب الناعم، وطبعا هنضيف 5 أو 6 عيدان قرنفل أو مسمار حسب ما بتسموه، وهننزل بيهم على البلح زي ما ضفنا الليمون بالظبط بالطريقة دي ورا بعض على طول. بنقلب وهنسيبهم بقى على نار متوسطة. البلح بتاعنا يبدأ يشرب المية بتاعته او الشربات اللي نزل منه يبدأ يتقل معايا والبلح يستوي. ما نقلبش كتير علشان البلح ما يتهريش معانا. شايفين منزل شربات قد ايه؟ بس هو كده لسه البلح ما استواش، هو دخل في سوا بس لسه ما استواش. كل ما بيستوي معاكي كل ما هيشرب الشربات ده، او يعني اقصد ان الشربات ده هيتقل معاكي بالشكل ده. شايفين كده المربى بتاعتنا كانت استوت تقلت ازاي؟ شربات بقى تقيل، لونها بجد فظيع جدا جدا، والريحة بقى اقسم بالله كانت قلبة البيت، خطيرة جدا جدا. الطريقة دي طريقة مامتي وطريقة اهالينا كلنا،
باضافه تريكات بسيطه جدا ومكونات كلها موجوده في البيت. شايفين المنظر تحفه جدا جدا. يفضل لو انت مثلا عملتي المربى دي بالليل واستوت معاكي خلاص، تسيبيها لتاني يوم تبات في الحله زي ما هي علشان تبرد تماما. شايفين بقى السمك بتاع الشربات او العسل اللي نازل من المربى عامل ازاي؟ تقيل، فاهمين؟ فانا ببتدي اسيبها طول الليل علشان، او مثلا لو انت عاملاها بالنهار تسيبيها حوالي 6 ساعات او اكتر لحد لما تبرد تماما. بعد كده بتجيبي علبة محكمة الغلق وتفضي المربى فيها بالشكل اللي شايفاه ده. بتفضيها طبعا لو حابة تطلعي القرنفل او المسمار اللي احنا قلنا عليه مفيش مشكلة تطلعي، لو حابة تسيبيه برضو مفيش مشكلة، بيخلي ليها نكهة جميلة قوي. طبعا زي ما اتفقنا ضروري تكون العلبة نظيفة ومعقمة، وتكون كمان ما فيهاش ولا نقطة مية، يعني تكون ناشفة تماما واحنا بنفضي المربى. بعد كده بنقفلها كويس وبنحطها في التلاجة، هتقعد معاكي من السنة للسنة. بس حاولي في كل مرة تاخدي مربى من العلبة تاخدي بمعلقة تكون ناشفة ما تكونش مبلولة. تمام؟ شايفين بقى منظر المربى بجد خطيرة جدا جدا، والله طعمها مميز، طعمها جميل، وكمان الحمد لله يعني ولا اتحرقت مننا في الحلة ولا لزقت زي ما بنسمع. ما شاء الله عاملينها في حلة ألمونيوم أو ستانلس، وبجد الوصفة خطيرة جدا جدا. بتاخد وقت شوية على النار بس تحاولي تخلي النار متوسطة. تقدري بقى تعملي منها سندوتشات لأولادك وهم رايحين المدرسة، أو مثلا تفطريهم بيها، أو تعملي منها لجوزك، أو تاكلي منها في وقت تكوني مش حابة تطبخي وبتاكلي حاجة خفيفة كده حلوة. بجد الوصفة جميلة جدا جدا. أتمنى لو عجبتكم ما تستخسروش فيها اللايك، ويا ريت اللي بيشوفني لأول مرة ولسه ما اشتركش ينزل حالا يشرفني بالاشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلوا إشعار بكل الأفكار والوصفات اللي بنزلها يوميا أول بأول. وشيروا الفيديو كمان لو حابين، ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم. وطبعا ما تنسوش تكتبوا كومنت جميل زيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.